السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم أخواتي في قناتي. اليوم جبت لكم المقلاوة الكاذبة. خذوا ريسيبيون نديروا فيها عظمة ورشة ملح ومغرفة فاني وكاس ما بين ياغورت وحليب. أنا درت ياغورت وحليب، ما عنديش حليب الرايب، ومغرف سكر وكاس زيت مخلط ما بين زبدة وزيت، نص زيت ونص زبدة، خلطهم وحشيت ولحتهم وخلط مليح الفوي نتاعي مليح خلطته وكاس نشا ونخلط مليح جيدا حتى تخش النشا في الخليط باش ما ديرلناش هذوك غيمون هذوك. ونزيدو نلوحو الكاوكاو. هي مقياس الكيل تاعو 2 كيسان ونص، 2 كيسان ونص كاوكاو هكا باش تجي مليحه وما تجيش معجنه. كي تكثري فيها الكاوكاو على الفرينه ما تجيكش معجنه، مستحيل تجي الكاوكاو غالب على الفرينه، تجي مليحه. نديرو كيس خميره كيميائيه مقدار الكيل نتاعها 10 غرامات بالطبع، هي باينه. ونخلط جيدا وندير هكا ونخليها شويه العجينه تتلاصق شويه، ما نلحوش بزاف الفرينه باش تجي مليحه هكا، تعود شويه طريه طريه. ناخذوا السنيوه تاعنا تخش للفرن، ندهنوها بالزبده مليح هكا، نبسوها مليح هكا في الصينيه ونعدلوها بلا كوباط. انا راحت لي مقطع تاع لاكوباط مع الفرن كيفاش رالو هكا. ومن بعد نقسموها مربعات او مثلثات كيف واش هوالك الحال، اقسميها كما عجبك، اقسميها هكا بالموس جيدا. ومن بعد ديريها قلت لك مثلثات ولا مربعات. بعد كي تخلصي ارشقيها بحبيبات كاوكاو ولا لوز واش عندك، مكسرات ترشقيها به، وقال ما عندكش ما ديريش عادي، ديريش. ارشقيها هكا بحبيبات كاوكاو. انا درت الكاوكاو ارشقها جيدا، بعد نلوحها في الفرن درجه الحراره 180 درجه. ومن بعد كي تخرج من الفرن نشربها بالعسيله تكون بارده وهي سخونه، ونخليها تقعد على الاقل 4 سوايع 5 باش تشرب، باش تخش العسيله هذيك تولي طريه. هي تخرج من الفرن يابسه، بالفعل تخرج يابسه من الفرن، تخرج يابسه. ونلوحها ومن بعد درك نعاود لها القسمه نتاعها، او دهنتها بشويه عسل ما طاحت لي ثاني، دهنتها من فوق باش تخرج تبريي. وها هي كي يعني تتقرمش ما شاء الله، وطيبه وبنينه ما شاء الله. خواتاتي تاكلوا بالهنا والصحه وملاقه الخير. ربي يهنينا ويهنيكم ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.